السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ الأحلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله نشارك معكم طاجين الحوت هبرة في الكوكوط. كيجي رائع، كيجي لذيذ بلا قياس بالخضار. بقاو معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. الى عجبكم لا فيديو ما تنسونيش بلي لايك، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والبارطاج مع الاهل والاصدقاء فضلا وليس امرا. وبسم الله في المقادير وطريقة التحضير. اول حاجه غادي ناخذ هكا اناء او زلافه، غادي نوضعوا فيها شرموله اللي غنشرملو بها الحوت ديالنا او الهبره ديال الحوت. هنا عندي كميه ديال القزبر والمعدنوس، وعندي دريسات ديال الثومه محكوكين، تقريبا شي 4 ديال الدريسات هكا محكوكين في الحكاكه رقيقه. تقدروا تدقوا هاد القزبر والمعدنوس مع الثومه. بالنسبه للتوابل عندي سكينجبير، عندي الخرقوم البلدي، عندي التحميره، عندي الابزار، وعندي الكمون، وعندي القزبور يابس، وعندي الملحه. هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجو لهاد الشرموله اللي غنشرملو فيها الحوت. غادي ناخذ العصير ديال الحامض، عصير نص حامضه هنا ولا عصير حامضه هنا، واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه اللي كتبنن لينا هاد الشرموله. هنا زيت الزيتون تقريبا واحد نص كاس، وفي شويه ديال زيت الزيتون. تقدروا ديروا زيت نباتيه. عصير نص حامضه كنعصروها مزيان، ضروري من هاد الحامض هذا كيتواتى بزاف مع الحوت. من بعد ما خلطنا الشرموله ديالنا مزيان غادي ناخذ الحوت اللي مغسول ومقطر مزيان من الماء. هنا كنفلحو، كنحاول نقطعو يعني طريفات اللي يكونوا هكذا متوسطين، ماشي كبار وماشي صغيورين بلا قياس. على فكره هاد الحوت راه يطيب وكيتجمع، يعني ماشي داك الحوت اللي كيطيب وكيهرى، العكس هذا كيطيب وكيتجمع وكيجي زوين، كيجي لذيذ. هذا الحوت الابيض كيطيب وكيولي بحال الثلج، اللون ديالو كيزيد ابيض. هنا راه كيبان لكم شويه احمر، ولكن فاش كيطيب كيجمع راسو كيولي ابيض ولذيذ صراحه، زوين بزاف. هاد الحوت راه يمكن لكم تصايبوا به البسطيله، يمكن لكم هكذا ديروه في طويجنات، يمكن لكم ديروه في قطيبات وتشويوه، كيجي صراحه لذيذ. غادي نخليه في هاد يترقد في هاد الشرموله، ونمشي نوجد الخضيره اللي غادي نرافقوا بها. هنا خديت الكوكوط، غادي نديرو ليه نصيب طاجين، وغادي نطيبو في الكوكوط غير باش نحصلوا على نتيجه سريعه. غادي نفرشوا هكا البصله، غادي نجيبوا الذره ديال الكوكوط كامله هكا بالبصله. غادي نعاودوا الذره بمطيشه كيف ما غتلاحظوا معايا. ومن بعد غادي نجيبوا الجزر اولا خيزو اللي قطعته بهذا الشكل هذا، قطعته رقيق حتى هو، غادي نديروه من الفوق بهذا الشكل هذا اللي غادي تلاحظوا معايا. وهنا كنوريكم حتى البطاطا قطعتها بنفس الطريقه، غادي ندير ليها واحد الدوره حتى هي من الفوق بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. طريقه اللي سهله والنتيجه زوينه بزاف. كيجي واحد الحوت معلك لذيذ مشرب لذيذ بلا قياس، ما تشبعوش منه. خاصكم تجربوه بهذه الطريقه اللي غادي نشارك معكم دابا. وهنا كناخذ هذوك الطريفات ديال الحوت غادي نحطهم هكا فوق من ديك الخضيره، يعني تنخليهم هما الفوقانيين كيبقاو شادين البنه، وكيجي طايب مزيان بلا ما بلا حتى شي حاجه. صافي هنا من بعد ما حطيت هذوك طريفات الحوت، ديك الشرموله اللي بقات ليا غادي نزيد ليها واحد النقيطه ديال الماء غير باش ندوب ديك الشرموله اللي بقات صافي، وغادي نفرغها بحال هكا في الجوانب. هذيك هي اللي غادي طيب ليا فيها الخضيره. وانتم كتعرفوا بان الخضره كتطلق الماء، غير شرط ان نديروا النار تكون مهيله. درت واحد الطريفات ديال الحامض من الفوق. صافي ها هي شرموله اللي
غادي نوريكم. غادي نضيف لها غير شويه الماء، انتو تقريبا راه واحد نص كاس تقريبا. غادي نخلط فيه ديك الشرموله ونخويها هكا في الجوانب نتوما باش حتى حاجه ما تضيع. كل هذيك الشرموله ما نضيعوهاش، ضروري نزيدوا ليها هاد المياه هذه باش نقدروا نهبطوها فوق الخضيره ديالنا. نحاول نديرها هكا غير في الجناب. صافي دابا غادي نسد وندير الصفاره ونخليها على عافيه اقل من مهيله، تبدا في الاول تصفر ونقصوا ليها. في الاول تكون هكذا شويه مجهده ولا متوسطه عفوا. صافي غير تبدا تصفر ونخليوها بحال الشمعه تقريبا 30 دقيقه، راه تكون واجده وتكون هي هذيك، ولا 20 دقيقه على حساب البوطه ديالكم. تقدروا دوز غير 20 دقيقه تحلوا وتشوفوا الحوت ديالكم. انا صراحه راه ما حسبتش ليها، غير قدرت لكم. وهنا حليت كلشي طايب، كلشي زبده، واحد الريحه يا سلام، واحد الريحه لا تقاوم صراحه، لذيذ بزاف. هانتوما المريقه خاطره. غادي نضيف هنا غير الزيتون والحامض مصير وصافي، وكنقدموه بالصحه والراحه. المقطع ديال التقديم مشى ليا، كنعتذر. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا بالحوت والهبره في الكوكوط، كيجي لذيذ.